اخيرا واحد هيطلع بقى يقول ايه، انا يا جماعه انا ماليش في الفيسبوك وما بعملش فيديو، ما بطلعش لايفات وبتاع. بس اول مره اعمل. اخيرا واحد جاله فرصه ان هو يعمل الحبتين دول يعني. واحد يقول لي بقى طب انت عامل فيديو ليه اصلا؟ اديني دقيقه بالظبط وهقول لك. الناس يا جماعه اللي عماله تفلي في الشغلانه بتاعت هو احنا نقاطع ولا ما نقاطعش واصل احنا يعني ونشير بوست ولا ما نشيرش، وفرق ايه اللي بيشير من اللي مش بيشير، وفرق ايه اللي بيتكلم واللي من اللي مش بيتكلم، ويعني المقاطعه دي هتعمل ايه؟ حضرتك احنا مش طالبين منك تقاطع، انا ما اعرفش دخلت في الموضوع على طول، بس احنا مش دي اكتر حاجه مستفزه اصلها. احنا مش طالبين منك تقاطع عشان حضرتك تغير الكون. يعني ده مش عشمنا في معاليك، احنا مش متعشمين في معاليك انك هتغير الكون خالص، هو بالعكس انت مالكش لازمه يعني. اصلا اللي بيتكلم ده مش واخد باله ان احنا اوتوماتيك مقاطعين، واحنا في ظروف البلد اللي انت فيها دي انت لو عرفت قائمه المنتجات اللي انت هتقاطعها انت ما بتجيبش منها غير البيبسي وب 100 جنيه في الشهر. فهي ال 100 جنيه دي انت مش هتغير الكون، يعني مش ده طلبنا من معاليك. وكده كده اصلا يعني انا والله مش بنتقص منك، مش بقولك انت مالكش لازمه، هو الانسان اصلا ملوش لازمه. يعني احنا مش طالبين منك تقاطع عشان انت ليك لازمه فلما تقاطع هتحل معانا، مش هي دي القصه. ولا على فكره بقول لك قاطع عشان دي الرجوله، انا مش هاخدك في حاره الرجوله، لان هو في ناس كده كده اصلا حاره الرجوله ما تاخدهمش، فبرضه مش دي القصه. وما انت المفروض تقاطع ليه؟ انت المفروض تقاطع لان ده فرض، ببساطه شديده جدا، لان ده فرض انت المفروض تقاطع، لان ده الواجب انت عليك، نصره اخوك المسلم دي فرض زي الصلاه. حضرتك لما هتصلي هتغير الكون، وحضرتك لما بتزكي بتغير الكون لو معاك فلوس تزكي يعني، وحضرتك لما بتصوم بتغير الكون، وحضرتك لما بتصلي السنه بلاش السنه عشان السنه سنه يعني. انت اي فرض بتعمله عشان تغير الكون. انت احلى حاجه في دينك ان انت غير مسؤول عن النتائج. انت وظيفتك كمسلم تشوف ربنا عايز منك ايه وتعمله، وعشمك ان ربنا يسمح في الاخر انك تخش الجنه، هو ده عشمك. فانت بتعمل المطلوب منك، هو ده السبب ان انت بتقاطع. انت بتقاطع لان دي نصرتك لاخوك بس. الناس بقى اللي قاعده بتفت في الحكايه وهنعمل إيه؟ انت مالك؟ انت هتعمل ايه وانت اصلا عارف تعمل حاجه ولا عارف يعني انت ممكن تعمل حاجه؟ يعني احنا لو في عشم اصلا انك تعمل حاجه كنا جينا بقى قعدنا جنبك وطلبنا منك انك ورشحناك بقى للدور انت اصلا ما تعرفش تعمل حاجه. بس هي جمال دينك ان انت مش مطلوب منك نتائج. انت جمال دينك ان انت تعمل المطلوب منك وخلاص، النتائج دي على ربنا. احنا مش جايبين حضرتك عشان نقول لك تعالى والنبي احنا عايزينك تساعدنا في هد دوله الاحتلال، هو انت اصلا انت كفايه عليك هدة حيلنا ومناكفه ومناهده وارائك الخلابه الجذابه مطلعه عينينا، فاحنا مش عايزينك تهد حاجه تاني. فاحنا كل اللي بنقوله ان ده فرض. هو ده اللي بيسال ليه يا جماعه نقاطع، تقاطع لان ده فرض، انت هو ده دورك، انت دورك انك تعمل الفرض اللي عليك. ده على فكره ما فيش اي فرض بتعمله بيغير حاجه في الكون على فكره، يعني حضرتك مالكش تاثير كده كده، فما تجيش النهارده تقول لي هو انا تاثيري هيبقى ايه لما قاطع؟ هو انت كان ليك تاثير امتى اصلا في حياتك قبل كده؟ ما كانش ليك تاثير، هي بس بنديره المستشفى اللي خدوها وانت بتتولد، بعد كده مالكش تاثير تاني. وانا تاني مش بنتقص من حد، عشان انا مش عايز ان انا يعني ايه يتاخد الفيديو ان انا طالع اتريق على الناس مثلا اللي مش عايزه تشير او مش عايزه تبوست او مش عايزه. ده الناس حتى وصل بيهم الوضع ان في ستودنتس نزلوا في اي سي عشان يتضامنوا مع فلسطين ومع الوضع في غزه، الناس تتريق عليهم، وانتوا كده عملتوا ايه؟ هو ده كانك بالظبط جيت على واحد بيصلي بتقول له انت اما صليت عملت ايه؟ احنا استفدنا ايه لما انت صليت؟ هي كده بالظبط، هو بيعمل الفرض اللي عليه. نصرة اخوك دي فرض عليك انت لازم تعمله بقى ازاي؟ ده بقى السؤال. طبعا لو واحد جه قال لي هو اصلا ايه اللي يثبت ان نصرة اخويا فرض، ده قصتك مع الشيف نصرت مش مع ده، ما اقفل بقى خلاص. ده كده ايه؟ ده انت كده تشوف الشانل اللي انا بقول لك عليها دي، هتروح هناك هتجد ما يسرك، قصتك مش عندي. طيب انما اللي مقتنع ان نصرة اخوه فرض، او اللي عايز يروح يتفرج على فيديوز ويشوف بقى الافتة اللي انا بقولها دي انا جبتها منين، وروح دور، ولما تتاكد وتطمن ان نصرة اخوك فرض تعال نتكلم بقى. نصرة اخوك فرض ازاي دي بقى ليفلز حسب استطاعتك. اللي النهارده يقدر يروح يحارب معاهم فرض عليه يروح يحارب معاهم، دي ما فيهاش كلام. طب انا ما اقدرش، اللي بعد كده نتبرع لهم. لو تقدر يبقى ده فرض، طب انت ما تقدرش يبقى اللي بعد كده انك تعمل فيديو زي ما انا بعمل. وعشان كده انا بقالي 15 سنه بره الفيسبوك اهو، بس ده فرض زي الصلاه كده، لازم اعمل حاجه، مش هينفع ما اعملش.
طب مش هتقدر بوست، طب مش هتقدر شير، طب اقطع خالص بقى ومجبس دراعك واللي هو ما فيكش الرمق، خلاص فبقلبه وذلك اضعف الايمان. هي دي بقى، يعني هي دي اخر حاجه، فبقلبه وذلك اضعف. بس الكلام ده لو ما فيكش الرمق، يعني الفيديو اللي انت بتشوفه ده فيه واحد ماسك لك التليفون، انت اقطع خالص مجبس دراعك. يا جدعان احنا مش عايزين نبقى بنقل في مشروبات يعني انتوا يا جدعان الناس هتبقى داخله يوم القيامه، اللي جاي بشهاده واللي جاي باستشهاد واللي داخل بقى فقد بصره واللي داخل بدراعه واللي داخل بنصه التحتاني، واحنا داخلين بمشروبات غازيه. احنا مش رايحين ديش بارتي، ده يوم قيامه. يعني عايزين نصرف شويه، نصرف عشان نبقى في مستوى الحدث، نصرف عشان نبقى في مستوى الحدث.